ازيكم يا حلوين، ويا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. هنعمل شوية قرص طرية بالملبن، حلوة جدا وبمقادير بسيطة قوي، وسهل جدا ان انتوا تعملوها. وهقول لكم كمان على حشوات مختلفة تقدروا تعملوها بيها. شايفين بقى اللذاذة والحلاوة والجمال، وقد ايه الملبن طري جوه والعجينة هشة جدا، وكمان مقاديرها بسيطة قوي. واقول لكم النوع الملبن اللي تستخدموه ايه. تعالوا بقى نشوف المقادير. اول حاجة عندنا في بولة، عندنا 3 معالق من السكر، ومعلقة من الخميرة، معلقة من الخميرة الفورية. وهنا انا معايا كوباية 250 ملي، ضايفة تلتها لبن والتلتين مية. تقدروا تضيفوها لبن صافي، وتقدروا تعملوا بمية بس مثلا، وممكن تضيفوا معلقة لبن بودر، يعني حسب اختياركم. بعد كده هضيف دقيق، 4 معالق او 5 معالق من الدقيق، وهبتدي اقلب المكونات دي كلها مع بعض. الكمية اللي معايا دي نص كيلو من الدقيق، انا اخدت منها 4 معالق او 5 معالق. وبنبتدي كده ننشط الخميرة، نقلبهم كده مع بعض لغاية لما يدوب السكر تماما، ونغطيها 10 دقايق، ونسيبها لغاية لما تتفاعل وتعمل فقاعات كده. هتكون الخميرة بتاعتنا اشتغلت. معايا هنا معلقتين من السمنة، حوالي 20 جرام. ممكن نستبدلهم بالزيت عادي، لكن السمنة بتدي طعم حلو جدا فيها. ورشة من الملح، بقلبهم كده مع بعض. لكن عادي جدا ان انتوا ممكن تضيفوا بدل المعلقتين دول تضيفوا زيت، مفيش مشكلة. بعد كده ببتدي اضيف الدقيق زي ما احنا شايفين كده. ده نص كيلو من الدقيق. دقيق متعدد الاغراض او جميع الاستخدامات، عادي اوي. وهبتدي اعجن المكونات كلها مع بعض. مقادير سهلة وبسيطة، هو بس شوية يعني تركات بسيطة كده نعرفها. اول حاجة لازم نتأكد من الخميرة بتاعتنا ان الخميرة كويسة. الخطوة اللي بنعملها الاول نيجي نتأكد من تفاعل الخميرة قبل ما نضيف باقي الخامات كلها، ونلاقي الخميرة معانا مش تمام. بعد كده ببتدي اعجن بايديا كويس جدا. اهم حاجة ان احنا نعجن العجينة كويس. بنزل كده الاطراف الطبق لو في اي حاجة، وبعد كده بضيف معلقة واحدة بس من الزيت. لو هتضيفي زيت في الاول عادي، ضيفي معلقتين زيت في الاول ومعلقة زيت في الاخر زي ما احنا شايفين كده. بتدي قوام حلو جدا للعجينة ونعومة، وبتبتدي تتشكل معاكي او تتعجن معاكي بطريقة اسهل. وهنعجنها بقى كويس قوي. وانا بحب زي ما وريتكم قبل كده، بحب اعجن دايما على الرخامة. اعجن العجينة كويس جدا على الرخامة بالشكل ده. وريتكم طريقة العجن قبل كده اكتر من مرة في كذا فيديو عملناه في المخبوزات، لغاية لما تتكون معانا عجينة بتكون العجينة لمت، وبتكون ملمسها ناعم ومش بتلزق في ايدك. شايفين كده العجينة بقت تمام. هنبتدي نرجعها تاني البولة، ونديها دهنة بسيطة كده من الزيت علشان الوش ما ينشفش. وبنغطي العجينة بتاعتنا ببلاستيك راب او باي كيس بلاستيك عندك، وتسيبيها تخمر. هنسيبها بقى حوالي نص ساعة. انا بقول دايما الوقت ده على حسب درجة الحرارة عندك. هو احنا في الصيف، في الشتاء طبعا، في الشتاء بتاخد وقت اطول، شايفين بقى. لكن في الصيف بيبقى الوقت اقل. الاسترتش او البلاستيك راب بيخلي العجينة تخمر اسرع، او لو حاطين كيس كمان ومغطينه برضو تخمر اسرع. وبيخلي وش العجينة مش بيبقى ناشف ولا حاجة، وبيبقى طري زي ما هو. شايفين بقى الخمر بتاع العجينة باين ازاي. نبتدي ننزلها كده على الرخامة.
المقادير سهلة جدا وبسيطة وما فيهاش اي حاجة، والعجينة عايزة اقول لكم يعني فلافلي كده وجميلة. نقطعها بقى قطع المقاس ده زي ما انت عايزاها كبيرة صغيرة زي ما تحبي. معانا هنا ملبن. الملبن لما تشتريه يكون ملبن بتاع حلويات، يعني الملبن اللي بيتاكل ده حاجة، والملبن اللي بيتحط في الحلويات حاجة تانية. اللي بيتاكل ده ما ينفعش يتحط في الحلويات لانه بينشف في الفرن او تلاقيه بيخرج بره المخبوزات بتاعتك، سواء بقى كحك سواء قرص سواء اي حاجة بتعمليها. فالملبن بتاع الخبز ده او اللي بيدخل الفرن ده بيكون ليه تسوية بدرجة حرارة معينة، بيبقى معروف ان هو الحلويات. ده بتشتريه من محلات اللي بتبيع خامات الحلويات. لكن الملبن بقى اللي بنشتريه عادي للأكل ده ما ينفعش يتحط في الحلويات لأن بتبقى تسويته أكتر، فلما بيتحط في الحلويات بينشف فيها وبيبقى طعمه مش لطيف. عايزة أقولكوا ده هياخد تسوية ودرجة حرارة عالية وهيطلع من جوه طري جدا. فابتدي أفردها كده بالشكل ده بإيديا. أنا لما جيت أشكلها بس دهنت إيديا شوية زيت وشكلتهم كرات زي ما انتوا شايفين كده. وابتدي بقى أحط كده قطعة العجين وبحط فيها قطعة الملبن. وفي صينية مدهونة دهنة بسيطة من الزيت بفرد القرص بتاعتي بالمنظر ده. فردة بسيطة كده بإيديا، مش محتاجة أي مجهود ولا أي حاجة. وعلشان العجينة بتاعتي كويسة ومرتاحة كويس وتمام بتتفرد معايا بمنتهى السهولة، مش بترجع تكش تاني ولا أي حاجة. مقاديرنا مظبوطة وكله تمام. تقدري تخرميها كده بالشوكة أو تقدري تسيبيها كده عادي. هوريكوا الشكلين. وممكن تدهنيها الوش دهنة بسيطة من السمنة وممكن لأ. أنا عملت برضو الاتنين. ندخلها درجة فرن درجة حرارة 180، وبنسيبها لغاية لما تستوي كده من فوق لتحت. أول ما بتخرج بنديها بخاخ مية ونغطيها بفوطة مطبخ نضيف. انتوا عارفين ان الفوط بتاعة العجين دايما بقولكوا في فوط مخصصة للعجين. بنغطيها بفوطة مطبخ نضيفة وتطلع بالجمال واللذاذة دي. بصوا بقى، هتلاحظوا ان في يعني اللي تحت المدورة دي الناحية دي انا مش دهناها اي حاجة، دي انا دهناها سمنة. اللي في النص دي انا مش دهناها اي حاجة خالص ومش مخرماها بالشوكة. اعملوا الشكل اللي يعجبكم واللي تحسوا ان هو مناسب ليكم. وطبعا الحجم اللي انتوا عايزينه سواء بقى كبيرة صغيرة دي حسب راحتكم. نص كيلو دي عملنا كمية حلوة جدا ومناسبة قوي. تقدروا تعملوها للولاد، تقدروا تحشوا حشوات مختلفة، تقدري تحطي عجوة، تقدري تحطي جبنة، تقدري كمان تحشي مثلا لحمة مفرومة او عصاج زي ما انت عايزة. العجينة تمشي معاكي حلو وحادق. بس هي طبعا احلى جدا في الجبنة او العجوة او الملبن. دي انا مش دهناها ومش مخرماها بالشوكة. شكلها لطيف جدا ولذيذة قوي. وعايزة اقول لكم ريحتها حرفيا كانت تحفة. معلقتين السمنة اللي احنا حاطينهم في العجينة مدين ريحة خرافية كأنها كلها معمولة بسمنة. وزي ما قلت لكم تقدروا تستبدلوهم بزيت عادي جدا، لكن ده انا حطيتهم عشان يزودوا القيمة الغذائية ويعلوا التست بتاعها. تعالوا بقى نشوف من جوه. بصوا بقى الملبن قد ايه لذيذ وطري، والقرص بتاعتنا ما فتحتش ولا الملبن خرج بره ولا الملبن نشف ولا اي حاجة خالص. والقرص هشة جدا بطريقة رهيبة. وعايزة اقولكم مش بتاخد وقت ابدا. احنا بنعملها بنعجن العجينة تخمر. بعد ما تخمر بنبتدي نحشيها ونسيبها تخمر، وبعد كده ندخلها فرن درجة حرارة 180 لغاية لما تاخد اللون الأحمر الحلو ده. نطلعها من الفرن نرشها ببخاخ مية ونغطيها بفوطة وتبقى معانا باللذاذة دي. طيب لو عايزة تعمليها وتحطيها في الفريزر تعملي ايه؟ بعد ما ترشيها ببخاخ مية وتبتدي تبرد تماما تحطيها في أكياس وحطيها في الفريزر. طلعيها بقى حطيها في الميكرويف أو حطيها في الفرن، هتبقى عندك كأنك لسه خبزاها حالا بنفس الطراوة بنفس اللذاذة بنفس الريحة بكل حاجة. اهم حاجة ان انتي تحفظيها في نفس اليوم بعد ما تبرد على طول تحطيها في الفريزر. انا بوريكم هنا قد ايه الملبن طري، ما هوش ناشف ولا اي حاجة ومظبوط بالظبط. تعالوا بقى نفتح دي كده بالسكينة، عايزة اوريها لكم برضو من جوه. دي اللي انا ما دهنتهاش وما خرمتهاش بالشوكة وطلعت فعلا ألذ واحلى كمان. بصوا بقى المنظر. عايزة اقول لكم كانت عاملة فعلا ريحة رهيبة جدا. تقدروا تعملوها سادة او محشية زي ما تحبوا. شايفين؟ بصوا الملبن طري ازاي.
زي ما قلت لكم لازم تختاروا نوع الملبن الصح للناس اللي بتشتكي دايما ان الملبن بينشف منها او بيخرج برا العجين. ايه رأيكم؟ اكتبوا لي رأيكم في الكومنتات وقولوا لي بتتابعوني منين، وكمان قولوا لي ايه الحاجات اللي عجبتكم وجربتوها من القناة. اتمنى الوصفة تكون عجبتكم، وياريت تعمل لايك في الفيديو لو الوصفة فعلا عجبتكم، واتمنى اكون بقدم محتوى مفيد ليكم. اشوفكم في وصفة جديدة وفان فود مع مورا. باي باي.